هلا شباب وصبايا، فيديو جديد. اليوم الفيديو هو كشكل التاني راح نحكي قصة حب. قصة صارت بتركيا عام 2021. الشاب اسمه محمد والبنت اسمها ريان، والشاب عمره 20 سنة والبنت عمرها 18 سنة. هاي معلومات خلينا نعرفها قبل ما نبلش القصة. والله صلوا على النبي وخلونا نبلش. المهم يا جماعة، هاي القصة صارت بتركيا عام 2021. في شاب اسمه محمد وبنت اسمها ريان. المهم البنت هاي بتموت على شي اسمه محمد، بتعشق محمد، بتحبه يعني. يوم بالأيام يطب محمد مرضان يعني. تقوم أما لريان وأما وأبوها لريان يروحوا على بيت محمد إنه يشقوا عليه، والبنت تبرك على السرير وتبكي تبكي تبكي من كل قلبها. طلع فيا هذا محمد ولا ما أشبه، خير إن شاء الله الصير معه حتى كل عالشي ما ياخد شي بشي. هم بعد شوي قاموا راحوا هنا على بيتهم، بصيح لأمه يسألها إلا يوم شفتي ريان شو كانت عم تبكي؟ قالت له إيه والله يا ابني ما بعرف الصير معه، الله أعلم. قال له يلا خير إن شاء الله. حط وراح. عدت شغلة يومين ثلاثة الولد صح ماشي بالطريق ولا يلتقي في مين؟ يلتقي في أم ريان وريان. يحكي مع ريان إلا يعني يسلم على أم لريان، شلونك خالتي شلون صحتك وهيك. قالت له والله الحمد لله يا ابني وانت وهيك. قام قالت له شلون صارت صحتك شلون صارت هيك. قال له والله الحمد لله ما ضل فيني شي، المرض بلش يحل عني شوي. قالت له تفضل يعني بروك عنا استريح عنا شوي. قال له والله ما خرج ضروري يعني عندي شغل وهيك. قالت له تخول شوي وتروح. حتى خلى عندهم بالبيت ما في غير ريان والأم ومحمد، يعني حتى الأب ما موجود. تقوم أم ريان وتروح على غرفة تانية. هون محمد بلش إنه إيش في ضل هو وريان لحاله. تقوم ريان تبرك جنب محمد، شلونك محمد شلون صحتك إن شاء الله بخير. قام قال له هون محمد لك ما بقى يعرف ايش بده يحكي. والله الحمد لله والله عم بخير يلقلق يعني ما أدري ايش بده يحكي. قال له ليش كنت عشان يغير عن حاله الجو. قال له ليش كنت عم تبكي يوم اللي أنا كنت مرضان؟ قالت له لأنه بحبه. هون محمد فات ب16 حيط ما عاد يعرف يصحصح. قال له شلون يعني بتحبيني ونحن قرايب وما بصير مع الحكي؟ قالت له لا ما له علاوة، إذا كنا قرايب تجوزني وهيك. قال له يا بنت الحلال ما بحسن بتجوزك، أنا هم عمري صغير وهم مالي مظبط حياتي ومالي يعني مالي قد المسؤولية هلا. قالت له خلص لك بكرة بعدين نتجوز، خلينا هلا نضل هيك وبعدين نتجوز. المهم يقوم محمد ياخد رقم تليفونه ويروح. تعدي فترة يحكوا مع بعض، ضلوا يجروها شهر شهرين يحكوا مع بعض. ولا هون يجي خبر لمحمد انه ريان خيطبة، انه مو خيطبة انت هي خطابة. هون محمد يطلع له يروح لعنده. شلون بتخطبي؟ ما بصير تخطبي اصلا، انت اساس الي شلون بتوافقي هيك؟ قالت له لسه ما وافقت، هدي شوي لسه انا ما وافقت، لسه الشاب جاي فرجة يعني بس يشوفني ويروح. قال له ما بصير يجي يشوفك، والله اذا بتوافقي عليه لأقتله. هون البنت ما قالت له تمام ان شاء الله وما بدي اياه ومالي موافقة. راحت. راحت عدت فترة لدق له محمد. قال له محمد قال له صار معك انه شان الخطيب؟ قالت له ما في شي، خاص ابوي ما رضي ما يعني ما توافقوا. قال له الحمد لله. تروح اسبوع اسبوعين ثلاثة وهن عم بيحكوا مع بعض، ويجي اسبوع الصدمة. اسبوع هذا هو الصدمة، هو اللي صار على محمد. اسبوع كامل محمد ما يسمع صوت ريان ولا تجي محادثة من ريان. مسك تليفونه دق له ما ترد، هيك ما ترد، مش تركه. ماشي بالطريق ولا يشوف ريان، يشوف يلمح ريان يشوفها يعني. والله يا ريان عجب، ريان عجب، ما ريان عجب، خلينا اشوفها خلينا نعدي حط وراه لعند البنت. طلع لا والله هي ريان يعني.
شلونك ريان؟ الحمد لله. ليه ما عم تردي؟ انا عم بدي اقول لك ما عم تردي، شو صاير معك ومع الحكي هاي؟ قالت له والله كنت مشغولة وما عم بحسن برد وهيك. قال لها اسبوع كامل ما بتردي علي ومشغولة على قولي لي محادثة رسالة صغيرة. قالت له والله كنت مشغول انشغلت بالدنيا وهيك. سكت هون محمد. قال له خير ان شاء الله يلا ما في مشكلة. سكت ما ايش يحكي. تركه. عدى اسبوع اسبوعين سنة، دخلوا بعام 2022 وهن لسه عم بيحكوا مع بعض على الأجهزة. المهم ويجي خطابة تاني لريان انه يخطبوها مرة تانية. تمسك تليفونها بدي اقول له محمد. قلت له محمد والله اذا هذا العريس اذا ما انت سبقته انا رح اروح عليك. قال له ما فهمت عليك ايش قصدك؟ قالت له اليوم اجاني خطابة وابوي كتير عيجبه الزلمة وبجوز يجوزني اياه. بقى انت وحظك يا تاخذني لزمتك يا ما انسى. قال له خلاص تمام تمام وفصل. راح حكى مع عمه قال له يوم بدي البنت. قالت له انو بنت؟ قال له ريان. طبعا هون الام وام محمد وام ريان بتعرف بهي القصة بيعرفوا فيها كلها. قال له بدي البنت. انو بنتي؟ قال له بنت ابني. قال له بدي ريان. قالت له ريان؟ شو بدك تاخذ ريان؟ ما بتعرفوا الله ابوك بذبحك. قال له ما عادي خليه يذبحني خليه شو بده يعمل. المهم هون دخل قالت له ما لي علاقة انا شوف ابوك احكي معه وابوك. دخل عند ابوه للبنت. دخل عند ابوه. شلونك يوب؟ الحمد لله. يوب بدي اخطب. هون الاب استأنس يعني انه ابنه جاي بده يتجوز يعني عادي ما في اشي. قال له عادي يو ابني يعني يلا بحكي مع اهلك خلي يشوفوا لك بنت الحلال. قال له لا يوب بنت الحلال موجودة. هون الاب سكت شوي. قال له مين هي؟ قال له بنت فلان الفلاني. قال له لأم أنا بنت منهم. قال له ريان. هون الأب يعني قام حيله وبلش يعيط. انت ما بتستحي؟ مالك كرامة؟ ما فيك صدومية مع الحكي؟ خير يوب ايش في؟ قال له شو تقبل تاخد واحد تاخد بنت واحد بينه وبين ابوك اختلاف؟ قال له يوب ايش في يعني واذا يعني ما فيها شي وعادي. قال له شلون عادي انت ما بتستحي وانت ما فيك والله اذا بتاخد البنت او بتخطب البنت او بسمعك عم تحكي مع البنت تحرم عني امك ليوم الدين ليوم الدين. هون الولد انصرع ما عاد يعرف شو يعمل. راح وحكى الحكي كله لريان. طبعا ما عاد ما خرب الدنيا وعليه مع ابوه هيك وطلع. راح لعند ريان. قالت له فين ان شاء الله ايش صار معك؟ قال له ابوي هيك 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 قال لي. قالت له يعني والعمل داروا عليك يعني خلاص ما عاد في بيناتنا؟ قال له والله ما بعرف انا حاولت اعمل كل جهدي لحتى اقنع ابوي بس ابوي راس اذن من طين واذن من عجين ما عم برد علي. قالت له خلاص معناتها لازم بيناتنا يفرط يعني حاج يعني الحين كنا هيك متأمرين الجيزة يعني إذا جيزة ما في إحنا إيش نضل مع بعض نعمل. هون الولد طق عقله ما رأي يحس. المهم أسبوعين ويجي يعني بعد شغلة شهر شهرين هيك مدة يعني يجي خبر إنه ريان تجوزت يعني ريان خلص صارت ببيت جوزها. هون محمد خلص يعني نسية ما عاد في بيناتهم. هو عانى يعني أنا كتير مختصر من القصة. عانى شوي مع البنت يعني إنه عانى بده إياها بس ما حسن ياخدها. هم البنت حاليا عايشة هون بتركيا يعني هي بتركيا وعندها ولد. عندها ولد عمره بالأشهر والولد لحد الآن عزابي يعني لا هو متجوز ولا هو خاطب بس عبدوروله يعني. المهم يا جماعة إذا عجبتكم الفيديو إذا عجبتكم القصة حطوا لايك واشتركوا بالقناة. المهم حابب أقولكم خلص الفيديو. باي.